السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. ازيكم كل اخواتي وحبايبي ومتابعيني؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة وراحة بال وجبر خاطر، اللهم امين يا رب العالمين. وحشتوني كتير كتير، ما نزلتلكوش فيديو امبارح فوحشتوني قوي قوي قوي، لاني ما تواصلتش معاكم ومحدش كتب لي كومنت واحد امبارح وقال لي انت فين، فانتوا بتوحشوني كتير كتير كتير. الكومنتات يا جماعة خلوا بالكم منها، هي اهتموا بها شوية، هي طريقة التواصل ما بيني وما بينك. اعرفيني انت مين ودايما تواصلي معايا في الكومنتات زي ما انت كده داخله قناتي عشان تعرفي عني، وكمان نتكلم مع بعض وتستفيدي مني ولو بمعلومه بسيطه. انا كمان عايزه اعرف عنك كتير، عايزه اعرف اسمك، عايزه اعرف بتتابعيني من انهي بلد. فالكومنتات هي طريقه التواصل ما بيني وما بينك، فيا ريت تكتبي لي كومنتات كتير، بحب كتير كومنتاتكم، ان كانت بتشجعني، ان كانت تقولي لي انت منين، تقولي لي انت مين، تقولي لي انا كذا. احب اتواصل معاكي عشان ادعي لك دعوه كده حلوه وصادقه من قلبي، وربنا يجازيكم كل خير على كل اللي بتعملوه معايا. النهارده كركبه كركبه، وحتى مشكله النهارده معانا كركبه كركبه. بيقولوا دايما ما انتش مرتبه، بيقولي دايما مطبخك مكركب، دايما عيالك مبهدله، دايما البيت عندك مكركب. سيبك من كل الكلام ده، ما تسمعيش كلام حد، اللي يقول يقول، احنا ايه؟ احنا ملناش دعوه باللي يقول واللي ما يقولش. المهم انا شايفه مصلحه بيتي بالدرجه اللي انا شايفه ان انا اقدر امشي بيها. الناس درجات، خلينا متفقين على كده. كل واحدة فينا غير التانية، وكل واحدة فينا يعني طاقتها غير التانية. ربنا خلق الناس كده درجات في كل حاجة، في الحلو وفي الوحش، وفي اللي بتقدر على تعمل كتير، وفي اللي ما بتقدرش تعمل على قليل. فدايما كده، حتى اللي بتقدر تعمل في بيتها براحتها وحاجه بسيطه كده، حتى اللي صحتها ما عادتش زي الاول، ما عادش بتعمل زي الاول. في ناس على فكره يعني جت على نفسها زمان كتير، وحتى كده ما بدات تكبر كده في السن شويه، او مش بقول بتكبر في السن، بدات هي شويه كده بقت على قدها اكتر يعني شويه، وبتعمل براحتها. دي بقى نقول لها لا انت وحشه، وانت ما عدتش منظمه، وانت ما عدتش عارفه تخلي بالك من نفسك. لا، احنا دي نقول لها الف كتر خيرك، وانت شوفي بيتك ومصلحتك واللي تقدري تعمليه على حسب طاقتك انت. يعني كل واحده طاقتها غير التانية، لكن اللي بتعرف تعمل كتير نقول لها برافو عليكي، واللي بتعرف تعمل برضو قليل برافو عليها، تشوف مصلحتها على قد القليل ده وما تجيش على نفسها. حتى برضو اللي بتعمل كتير هنقول لها ما تجيش على نفسك. يعني انا في الفتره اللي فاتت قلت خلاص ما عدناش هنقول نشجع في روتينات، ولا نقول لستات يلا تعالى على نفسكم وخلي بيتك نضيف مليون في المية. لا، وداعا للقب الشاطره مش عايزين ناخده خلاص، هناخد اللقب اللي نقدر عليه هنعمله. فهاشتاج اللي نقدر عليها نعمله. ايوه، خلي كده الهاشتاج بتاعك بتاع البيت الايام الجايه، اللي نقدر عليها نعمله، لكن اكتر من كده لا مش هنعمل. مش لازم نكون الواو قوي، مش لازم تاخدي رقم الشاطره ان كنت في عيله ولا في بيت عيله. في ناس اصلا في عيله بتقولك انا ما بعرفش اهتم بنفسي ولا بشقتي ولا باي حاجه، وطالعه نازله لبيت العيله ومهتميه ممكن بشقه حماتي وبغسيل حماتي وبمواعينها وبطبخها ومطبخها، لكن انا مطبخي لا مش مشيوف خالص. محدش طلب منك ما تهتميش كده، خليكي انت الاول وبعد كده تبقى تنزلي الباقي بقى من صحتك استثمري تحت. استثمري في بيت العيله، لان انت لو استثمرتي كل صحتك في بيت العيله هتنتهي كده، ومش هتلاقي اي حاجه لا ليكي ولا لبيتك ولا لعيالك ولا للحياه. المفروض ان انت داخله تعملي حياه زوجيه انت وزوجك، فمش هتلاقي حاجه. فبالراحه على نفسك، ما تاخديش لقب الشاطره، وبقولها تاني. ما تاخديش لقب الشاطره ده، اللقب ده ما بيعملش حاجه، لان اللي بتاخد اللقب ده بتفضل طول النهار تجري ورا من هنا لهنا لهنا، السباكه، الغساله، لمذاكره عامله كل الادوار في البيت. اما طبعا اللي مش واخده لقب الشاطره ومروقه نفسها، لا الناس بقى ما تعتمديش عليها في حاجه. لا، فهو ولا جوزها بيعتمد عليها في حاجه، ولا حد بيعتمد عليها في حاجه، فهي مروقه دماغها في الاخر وبتعمل اللي تقدر عليه وخلاص. اما اللي بتبقى شاطره دي وعامله نفسها فالحوسه فيعتمد عليها في كل حاجه. اكتبي لي بقى في الكومنتات انت من انهي فيهم، لان كان فيه مشكله كده استفزتني كده، وقالت لي بيقولوا عليا وبيقولوا عليا. إيه اللي يقول يقول يا حبيبه قلبي، ما تاخديش بالك في اي حد يقول عليكي، خليكي دايما واثقه من نفسك. وحتى لو حد قال لك كده قولوا له تعالى ساعدني. يعني اللي تقول لك مطبخك مش عارفه ايه، تعالي حبيبتي شمري ايدك وتعالي. اه يا قلبي تعالي، ده انت هترتبي احسن مني، تجربي كده وتعالي. فهتلاقيها سكتت خالص وما عادش هتكرر الكلمه دي تاني.
الست الشاطره اللي بنقول عليها من شويه دي بتبقى ايه معوده جوزها دايما على كده، دايما ما بتحملش معاها المسؤوليه، ولا بيشتل انبوبه ولا بيركب انبوبه ولا بيعمل اي حاجه، ولا بيفك ولا بيفك شفاط، ولا بيعمل اي حاجه المفروض الرجاله تعملها، ولا حاجه في الكهرباء، ولا بيفك دوايا ولا كل ده. هي دي بتقوم بكل الدواء، يعني عامله كهربائيه وعامله سباكه وعامله كل حاجه، كل الادوار، عامله كل حاجه. فاحنا عايزين نعلم البنات والايام اللي جايه دي، لا ما تعمليش حاجه انت مش في مقدرتك تعمليها، لان ما بتعمليها هتفضلي تعملي على طول. فما تعمليش يعني ما تركبيش لمبه، ما تركبيش دوايه في السقف حتى لو بتعرفي. فخلوا بالكم من الحاجات دي، لان احنا الاجيال اللي قبلكم اما بقت تقوم بالحاجات دي، تركب لمبه وتركب دوايه وتقف تفك بقى شفاط وتقف تعمل ادوات الكهرباء وادوات السباكه وتسلك بلاعات وتعمل كل ده، بتفضل طول عمرك انت تعملي الادوار دي في البيت لانك انت قمتي بيها. لكن خلي جوزك دايما يشاركك باي حاجه بسيطه، تعالي ركب لي الانبوب، تعالى فكي لي الشفاط عشان عايز يتغسل كده، خليه يبقى معاكي كده ويشاركك في الحاجات التقيله دي. شيل عني حاجه تقيله، شيل عن المطبخ، حرك لي التلاجة، حرك لي البوتاجاز. اما ما شاء الله الستات قايمه بدور رهيب ومكمله كده على نفسها وبتديش فرصه لاي حاجه. ما شاء الله احنا اصلا المصريين بنحب نيجي على نفسنا قوي قوي، مش عارفه بقى بره مصر ايه النظام. فاحكوا لي في الكومنتات لو بتتابعوني من بره مصر. المهم انا خلصت كل المواعين بتاعتي وظبطت كل حاجه. انا كان عندي كميه مواعين يا بنات، الميه قطعه طول نهار، والايام دي بتحصل وبتتكرر كتير. كل شويه الميه قطعه، الميه قطعه، مش عارفه طول الصيف في ايه. هي الناس يعني الشتاء بتهيالي الدنيا بتبقى ظابطه عندي شويه، انا في الدور الثالث فالميه عندي بتبقى تيجي بالموتور قليل جدا وقطعه طول النهار زي ما انتم شايفين كده. مع ان انا بقعد اخر النهار كده اظبط بقى، ده اللي بضطر ان انا اسيب المطبخ كده واقعد اخر النهار اظبط كل حاجه. والحمد لله الحمد لله ما بننامش الا لما المطبخ يكون تمام، مفيش مواعين، مفيش اي بواقي اكل، مفيش اي حاجه، والرخامات ممسوحه والبوتاجاز بتاعي ممسوح وملمعاه والدنيا تمام. اقوم الصبح بقى كده عندي قابليه ان انا اشتغل بقى واعمل كل الاكلات اللي بتحبوها. حبايبي عايزين اي وصفات الايام الجايه اكتبوا لي في الكومنتات، وانا هعمل لكم وصفات حلوه كتير كتير كتير. شوفوا عايزين وصفات ايه الاول واعمل لكم وصفات ايه، فاكتبوا في الكومنتات عشان الايام الجايه باذن الله هنشتغل كده بقى وننزل وصفات كتير وشيلنا من الكسل ده. انا الايام اللي فاتت كنت الحقيقه كسلانه، كنت كسلانه جدا جدا. اقول لكم الحقيقه كنت كسلانه، وفي ناس شافت كده وقالت لي انت كسلانه ليه، انت ما بتقدميش ليه، ما انت شغاله حتى على قناه تانية ليه. الحقيقه انا كنت كسلانه وقفلت من القنوات خالص وقفلت من كل حاجه، وزي ما انتم شايفين مشاهداتي نازله. وبقعد اقول لكم كده يا جماعه اضغطوا لايك، اتفرجوا على اكبر قدر من الفيديو، تابعي الفيديو كده للاخر. انا بلك معاكم شويه، افتحي كده الفيديو تابعيه للاخر. هي لو قناه كبيره حتى وقفت لكت اللكتين اللي انا لكتهم دول هتلاقيها ما شاء الله جايبه يجي 100,000 مشاهده. يعني ال100,000 مشاهدة ما دخلوش شافوا حاجة مفيدة برضو. فانت باذن الله شجعيني عشان اقدم لك روتين كامل متكامل، يعني في وصفه وفي حاجه بتشجعك وفي فكره جديده وفي كل حاجه نبدا الايام الجايه نقدمها لك. فانت شجعيني كده بس ايه، واتفرجي على شويه من الفيديو واضغطي لايك للفيديو، مش هتتعبي في حاجه اكتر من صلوا على النبي كده يا جماعه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو وصلتي من هنا من الفيديو وما زهقتيش وما ملتيش وما خرجتيش من الفيديو، يبقى تنزلي تشوفي نفسك ضغطتي لايك للفيديو واشتركتي في القناه ولا لسه ما اشتركتيش. شكرا جدا انك مكمله معايا للنقطه ديت. انا النهارده بقى عملت ايه، غسلنا بقى المواعين وظبطنا كل حاجه وغسلنا الرخامات وغسلنا البوتاجاز بتاعنا، وبيبقى فيه سبونشه مخصوصه للبوتاجاز انا حطاها في جنب. ممكن ما تاخدوش بالك من حاجات انا بعملها جوه الفيديو، ان مثلا بغير السبونشه والسلكه بتاع البوتاجاز غير اللي انا بغسل بيهم المواعين، فده بتبقى محطوطه كده في جنب كده على الصفايه كده لو ما بتاخديش بالك منهم. ففي حاجات ممكن جوه الفيديو تتوه عليكي وما تاخديش بالك ان انا عملتها ولا لا، والدنيا مش يعني بتاع المواعين غير بتاعه البوتاجاز وكده. رغم اني ما بسيبش على البوتاجاز حاجه تلزق ولا تقالي تلزق ولا حاجه تقع ولا كده، مفيش الكلام ده. فانا بخلي بالي ان البوتاجاز بتاعي كل يوم يتغسل، زيه مثلا زي حله وسختها، زي طبق اكلت فيه، لا كل يوم لازم يتغسل الغسله دي ويتلمع. مش الفيران بتاعته طبعا بلمعها كل يوم، لا ده بكل فتره الحقيقه، ممكن كل شهر كل شهرين لما لقيتها خلاص بقى يعني جاي عليها الظهر وخلاص ما عادش نافعه، بقوم رايحه خلاص ايه ملمعاها، واقعد كده يوم طول النهار نقعد ايه نظبط فيه. لكن طبعا السلستين بتاعه والوش بتاعه ده لازم يتغسل كل يوم ويتلمع زيه زي اي طبق موجود في المطبخ اتوسخ ولازم يتغسل.
فالبوتاجاز الحمد لله بقى تمام، والمطبخ بقى تمام الحمد لله. واديته كنسه كمان، السجاده بتاعته ديت جبت المقشه كده على السريع واديتها كنسه كده على السريع، وظبطت كل حاجه والحمد لله كل حاجه متظبطه. لميت بقى الكنسه، هم دوبك خرجوا كده حاجه كده بسيطه، وحطيتهم كده في جنب. وكده يومي النهارده خلص وروتيني خلص. ما تنسوش اللايك يا بنات. السلام عليكم ورحمه الله.